إذا هذا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الذي كان ضيف موريتانيا وحضر مراسم حفل تنصيب نظيره صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني. الجمهورية العربية الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها. تحية لإبراهيم غالي البطل، الرمز، المكافح، المقاوم، المجاهد. ضامن مرة أخرى مع البطوش بن بطوش، ولن نقبل بهذه الإهانة لجمهورية تندوف. جمهورية تندوف سترد. القضية راهي أعمق. راك عندك ميليشيات بوليساريو موجودة في تندوف بتسليح كبير، بالإضافة إلى أنه قلت لكم هذه العلاقات، الدور التاريخي تاع موريتانيا مع القضية، الصعوبات تاع البلد هذا. دونك هذا الأمر يعني ولكن هذه القضية تاع الصورة تبين لك بأنه الناس الآن خلاص واحد ما يقدر يظهر مع البنادم هذا. بقى فقط قيس سعيد ولا هذا الغزواني بحكم انه الصعوبات اللي عندها موريتانيا خلاص. الان صاحبي شوف، انا ماشي مليح، انايا رخيش، انا رخيش، انا ماشي بنادم، سما انا ماشي بنادم انايا. البطوش جاو يستنى، بطوش راه يستنى يقول لك تصويره بركه الغزواني يا خويا. حسموا شويه على رواحكم. ولا البارح كنا تكلمنا باش نبقاو في القضيه هذه الوطنيه. حنا الناس يحكيو على بلدانهم، حنا نحكيو على الصحراء المغربيه. الناس يحكيو على بلدانهم، حنا نحكيو على الاعتراف الفرنسي بمغربيه الصحراء. البارح شفتوا الفضيحه وكنا اللي تكلمنا عليها، مع العلم انه دخلت الشرطه الفرنسيه. سنا برك نعاودوا نرجعوا للصور ربما الناس اللي ما شافوش. غادي نتكلم على هذه الصور هذه تاع الفوضى، الفضيحه الكبرى هذه اللي حدثت في فرنسا. راكم تشوفوا الكارثه. لما نتكلموا على الضرب هذا اللي صرا في الاول طاك، الفضيحه التي حدثت في ميناء مرسيليا، ولولا واضطرت الشرطه الفرنسيه الى انها تتدخل لايقاف هذه الصور الهمجيه بسبب النظام الجزائري المتعفن اللي عجز على تنظيم رحله بحريه، عجز على تنظيم يعني على صيانه باخره. تخيلوا انه سلطات الرقابه الفرنسيه هي من منعت الباخره من المغادره. يعني لولا سلطات الرقابه هذه، لو كان راهي صرات كارثه، لو كان صرات تيتانيك في البحر الابيض المتوسط. باش تشوفوا يعني وين واصله القضيه. شحال فات؟ اكثر من 24 ساعه. كش بيان وين، ندوة صحفية وين، قناة تتكلم على الموضوع، تشرح الحيثيات، تقول لنا واش صرا، لا. لو باتو نيتي با اون ايتا دو نافيغي. وي الباخرة ما كانتش، الصيانة ما كانش. يعني في فترة تاع رحلات وغير ذلك ما قادرينش يديروا صيانة تاع باخرة وحابين يمشيو بلاد. وقلت لك السلطات الفرنسية هي من منعتها من المغادرة خوفا على سلامة الركاب. النظام الجزائري تيري برك. وين راح البيان؟ ما فهمتش. الصحراء المغربية بيان منذ أسبوع قبل حتى ما تعلن فرنسا على موقفها. لما أعلنت فرنسا على موقفها بيان ثاني من أجل سحب السفير، ندوة صحفية من وزير الخارجية على قضية لا ناقة ولا جمل لنا فيها، ما عندنا علاقة بها لا من قريب لا من بعيد.
واحد قال لي راك تكذب، الصور راهي تكذب، راني نكذب. شوقي بن زهرة فبركة هاته الصور. يجدك ما كاينش بلاد تصدر الفضائح تاعها قدنا، ما كاينش بلاد يصدر الفضائح والكوارث. كيفاش الطوابير وصلتوهم لفرنسا؟ واحد كاتب القجع هو اللي فبركها. لا القجع راهو منشغل بالكولاسه، راهو قال لك اليوم انصار النظام الجزائري قال لك هذه ماشي نورمال 4 قال لك فيها الكولاسه هذه. ما شكون الحاكم؟ ما كانش قاسامه. وعلاش الولايات المتحده الامريكيه ما عندهمش ما لعبش معاهم ايكومبي باش يماركي لهم في الدقيقه 98 ولا هاد قال لي عزيز عليك تبون. راني ننتظر فقط في الامور راه ما كيدخلوا تربيه. كي نبدا نشوف تربيه بيوت الرديره في التعليقات على بالي يبداو التبليغات معاهم. نديروا فاصل اشهاري. انا ماشي مليح، انا رخيش، انا رخيش، انا ماشي ما بنادم. سما انا ماشي بنادم انايا. متضامن مرة أخرى مع البطوش بن بطوش. ولن نقبل بهذه الإهانة لجمهورية تندوف. جمهورية تندوف سترد